معركة بالصواريخ البالستية والزوارق البحرية والمروحيات. مشهد حربي متقدم كانت أرضيته البحر الأحمر وأطرافه الولايات المتحدة والحوثيون. اشتباك مباشر هو الأول من نوعه بين الحوثيين والجيش الأمريكي. بدأ بهجوم صاروخي حوثي على سفينة حاويات دنماركية جنوب البحر الأحمر، لتتدخل المدمرة الأمريكية غريفلي وتعترض الصاروخين. لم ينتهي المشهد هنا، فقد استغاثت السفينة ذاتها للمرة الثانية بعد تعرضها لهجوم من 4 زوارق بحرية تابعة للحوثيين، فاستجابت مروحيات أمريكية واشتبكت مع القوارب، ما أدى وفقا للرواية الأمريكية إلى إغراق 3 منها مع قتل طواقمهما. أقدمت قوات العدو الأمريكي. أما رواية الحوثية وعلى لسان ناطقها العسكري يحيى سريع، فأكد أن قواته كانت تمارس مهامها الاعتيادية في منع السفن الإسرائيلية، وقال إن 10 من أفرادها استشهدوا وفقدوا جراء الاعتداء الأمريكي. مشهد لم يكن مألوفا منذ بدء الهجمات على السفن الإسرائيلية قبل أكثر من شهرين، ويجيء بعد أقل من أسبوعين من إطلاق تحالف يجري لمواجهة الحوثيين، وهو يعني بالضرورة تطورا في معادلة الصراع. تطور يظهر معه تصميم الحوثيين على المضي قدما في معركة البحر إسنادا لغزة، رغم التهديدات والتحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ما يضع واشنطن أمام حلين لا ثالث لهما: إما خوض معركة خاسرة في البحر، أو رفع الحصار وإنهاء العدوان على غزة. ويبدو أن واشنطن وبالرغم من فشلها في تشكيل تحالف دولي وثيق، إلا أنها تصر على جر المنطقة إلى ساحة حرب جديدة تكون أولها في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يصل مداها بحارا ومناطق أخرى. وبالاشتباك الحوثي الأمريكي المباشر، يبدو أن منحنى التصعيد في البحر الأحمر ماض نحو نقطة لا عودة، فحالة الاحتقان الدولي على أشدها، وحفلة توجيه الاتهامات بين الغرب وإيران قد تفضي إلى تصعيد دولي لا تحمد عواقبه.